العربية نيوز، عنوان الحقيقة. فاهمة اليوم دوت الساعة 6 الصبح ان انت تكوني نايمة في احلى نومك، يعني فاهمة، وتصحي ان البيت بيقع. يعني محدش توقع ان دي قنبلة، كله قال زلزال، لان الانفجار كان مسمع بطريقة فظيعة. احنا كنا نايمين، يعني ده بيتنا، يعني ده اكبر بيت في الحارة، البيت ده كله بتاعنا. فمرة واحدة كنا نايمين والساعة 6 الصبح التراب بتاع سقف بيتنا يعني نزل على انا والحاجة غطانا خالص. انا قلت لها قومي البيت بيقع، انا قلت لوالدتي قومي خلاص البيت بيقع، احنا مش عارفين نعمل ايه. طلعنا بقى بره، طبعا تراب ما يتوصفش اصلا. طبعا ده غير بقى طبعا الاحداث اللي حصلت، يعني ناس كتيره قوي يعني كمان مشيت من هنا بسبب البيوت وكده. يعني البيوت دي كلها الاولانيه كانت ناس كتير عايشه فيها، الحته اللي بره دي كانت ازحم حته في الشارع كله. ان البيوت خلاص، يعني البيوت زي ما حضرتك شايفه كده دوت وقع لوحده. لا ما كانش، الحمد لله ما كانش في ناس. تمام. في حاره محمد، يعني في حاره قدامنا اسمها حاره محمد قاسم، جه في 2008 تقريبا او 2009 نطره شديده جدا جدا، كهربت البيوت وقعت يعتبر 3/4 الحاره من النطره، والناس برضو مشيت ما خدوش شقق. ما هم بقى فضلوا قاعدين بره في الشارع. بعد كده كل واحد بقى ايه فكر ان هو يعيش يعني يعيش حياته بقى خلاص، ان انت محدش هيدينا حاجه. ماشي، البيوت وقعت، جم بتوع الحي فضلوا واقفين. تمام. يعني كملوش 4 ايام ما عملوش اي حاجه، ما فادوش في اي حاجه. والناس قعدت طبعا في الشارع بره، عملوا خيم وقعدوا فيها. طبعا الناس مجبوره على اللي هم بيعملوه ده، فاهم، الناس مجبوره على اللي هم بيعملوه. طبعا كل واحد طبعا اللي راح بقى قعد في، يعني قاعدين في بلاق. اكتريه الناس بتوع ابو العيله دول قاعدين في بلاق الدكرور دول. يا سيسي أنا من بولاق أبو العيلة، إحنا مش هنمشي من منطقتنا مش هنمشي منها، ناس غلابة مش لاقية تاكل. يعني الحديد اللي انت حضرتك شايفاه ده كله كانت في ناس قاعدة فيه، بس طبعا دول أول ناس لما سمع الانفجار سمع في البيوت دي. فاللي مثلا البلكونة وقعت، السلم بتاعهم كله وقع، ممكن ان هم ما يعرفوش يطلعوا تاني فوق بيتهم تاني. حد حصل له اصابات او في بيوت اتهدمت بعد التفجير ده ولا كده؟ لا بصي، هو ما فيش اصابات، انما في بيوت اتأذت، وفي ناس فاهمه حضرتك ممكن ما كانش يبقى معاه مثلا ان هي تجيب شقه والكلام ده كله. تمام. فان هم معهمش مثلا يجيبوا شقه والكلام، لا بس في ناس اتأذت كتير، ناس اتأذت كتير قوي يعني من الانفجار دوت، اثر في ناس كتير ومحدش خد شقق وضحكوا علينا برضه. يعني حتى محلب رئيس الوزراء اللي كان موجود ضحك علينا، يعني جاب المقاولين العرب هنا وهعمل وهبصي عمل لنا البحر طحينه زي ما بيقولوا. ما قالكمش امشوا، مثلا هتصوروا وانتوا فين؟ لا هو قال هو اللي كان عايزه ان احنا هنطلع بره، هنقعد فتره معينه ان هو هيسد فيها الايجارات اللي احنا هندفعها بره لحد ما نرجع. بس احنا لو طلعنا من هنا مش هنرجع، احنا لو طلعنا من هنا احنا مش هنرجع تاني، مش هيدخلوكي تاني. يعني هو عايز هم مستنيين الفرصه دي، يعني هو عاوز يطورها ومطلعكم بس ما ترجعوش. تمام. لا هو بقى مش هيطور، هي القصه كلها ان الارض، يعني بولاق عموما هنا في مشكله من زمان، من بعد 92 كمان، وحوارات بقى ان الارض متباعه والكلام ده كله حصل. تمام. فكل واحد بقى مثلا ان هو بيجي بيتكلم في التطوير. يعني اخر مره من السنه اللي فاتت في وابور التلج ورا حته كبيره. تمام. قال لك هنبني عليها مثلا بتاع لا يقل عن 64 وحده، عمرها ما هتيجي طبعا 64 وحده بلوكات كده جنب بعضيها برضو عشان ما نفعش. تمام. ما عملوش اي حاجه. بعد كده طلعوا عليه ان هم هيعملوا سوق وموقف سيرفيس العربيات برضو، يعني انا سواق، ضحكوا علينا برضو. ده انتوا ما تنصفناش ليه؟ عملنا لكم ايه؟
تعالوا شوفوا وحشتنا تحت الارض، الناس تخاف تدخل في البيوت. عشان من غير ميه. عاوزين الارض الحته دي بس يعملوا لنا زي زينهم، شيلونا ويعملوا لنا زي زينهم عشان ربنا يصلح حالنا.